طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تنظيم خارطة عمل جديدة من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم بمديرية قنداع. جهود لحماية الأشجار في مديرية فورو. سيمينار للسائقين في الإقليم الأوسط. فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي وتطرد دبلوماسيين. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مسيرات هجومية. كندا والمكسيك تتعهدان توثيق العلاقات لمواجهة رسوم ترامب. تم وضع خارطة عمل جديدة بمدارس مديرية قنداع للسيطرة على التحديات التي تواجه عملية التعليم والتعلم وتعزيز كفاءة الطلاب وقدرتهم التنافسية بحسب التوضيح الذي قدم في الاجتماع الذي عقد في 13 من سبتمبر الجاري. وبموجب الخطة التي سيتم تنفيذها في العام الدراسي 2025-2026، فإن المناطق المتأثرة بمناخ المرتفعات من نقول العلاي وصولا إلى ماي حبار ستبدأ العام الدراسي وفقا للتقويم الأكاديمي للمرتفعات حسب ما ذكره مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ سليمان محمود. ويركز البرنامج على إدارة الوقت بشكل صحيح للقضاء على الهدر والتواصل المنتظم مع أولياء الأمور لإبلاغ الطلاب بنتائجهم كل 3 أشهر على مستوى المدارس، إلى جانب تنظيم المدارس دورات تدريبية. وأشاد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ رشيد محمد بمساهمة الأهالي وأولياء الأمور في سد احتياجات ومتطلبات المدارس، مؤكدا تغطية المدارس 28% على مستوى الإقليم. واقترح المشاركون توسيع الأنشطة الثقافية والرياضية في المدارس وتعزيز المكتبات والمختبرات وإجراء جولات تفتيشية دورية للتأكد من أداء الطلبة وإيجاد حلول للمشاكل نقص الطاولات ومراقبة تأخر بدء الدراسة بشكل جدي. وذكر المدير التنفيذي لإدارة مديرية قنداع السيد حدش قبر سلاسي مدراء المدارس بضرورة العمل بجد لتحديد نقاط الضعف في عملية التعليم والتعلم وإيجاد الحلول لها. توجد في مديرية قنداع 38 مدرسة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. تبذل جهود للحفاظ على الغابات وحمايتها من القطع الجائر في مديرية فورو. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة المديرية سيد ياسين خيري نمو حوالي 90% من شتول الأشجار المغروسة بالنفير الشعبي في قريتي أوملي وسارديلي عامي 2021-2022. وذكر عضو حماية الغابات والحياة البرية السيد صالح خير أن المنطقة تحولت إلى اللون الأخضر بفضل ثقافة الحفاظ على الغابات، مشيرا إلى السيطرة على بعض أعمال قطع الأشجار في وادي حداس. تجدر الإشارة إلى أنه تم غرس حوالي 40,000 شتلة في المنحدرات الشرقية في مديرية فورو عامي 2021-2022. عقد قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هابتاي قبرو سيمينارا في أسمرة يوم 18 من سبتمبر لسائقي حافلات النقل العام في المدن حول إنفاذ القانون المروري والوقاية من الحوادث. ودعا سائقي وسائل النقل العام في المدن إلى توخي الحذر في المناطق المزدحمة والالتزام الصارم بقوانين المرور. كما دعا مكتب القانون والنظام إلى تعزيز رقابته على العمل التجاري غير القانوني المسبب للحوادث. وأوضح مسؤول المخالفات والرقابة المرورية سيد إسحاق يعقوب مصرع 18 مواطنا وإصابة 350 آخرون بجروح وتدمير ممتلكاتهم تقدر بحوالي 10 مليون نقفة في 1409 حوادث مرورية خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال أن أكثر من 43 ألف مركبة ارتكبت مخالفات مرورية وتم تقريمها بأكثر من 7.3 مليون نقفة. ودعا مدير خدمات النقل العام في المدن المقدم برهان الزومية السائقين على اتخاذ احتياطات السلامة في أنشطتهم اليومية. كما حث فرع القانون والنظام في الإقليم الأوسط وشركاء العمل الآخرين على اتخاذ إجراءات فورية للحد من التجارة غير القانونية التي تحدث المصاعب في حركة مرور السيارات والمشاة.
ودعا المشاركون في السيمينار إلى مواصلة حملة التوعية العامة حول أسباب الحوادث المرورية وإجراء الإصلاحات المناسبة والفورية للأسفلت المحفور لإشارات المرور في المدينة، ووضع حد لركوب الدراجات غير المسؤول والتجارة غير القانونية. نظم فرع الزراعة في إقليم جنوب البحر الأحمر في 19 من سبتمبر دورة لموظفيه حول تأمين الغذاء. شملت الدورة التي تهدف إلى رفع معرفة الطاقم العامل بالفرع في سبل تأمين الغذاء وسلامته مواضيع حول تلوث الغذاء وتبعاته وإدارة موارد الغذاء وأسباب التلوث الغذائي، بالإضافة إلى أساسيات تحضير الغذاء. وأشار مسؤول الفرع الشاب محمد عبد الرحمن في كلمته إلى ضرورة اتباع الطرق الآمنة في تحضير الغذاء وتقديمه للمستهلكين، حيث أن الغذاء الملوث والغير الآمن يكبد المجتمع أضرار وخيمة. وذكر الشاب محمد في الختام المتدربين للاستفادة من الدورة بالتطبيق العملي. تخرج 60 شابا كانوا يتلقون تدريبا في مختلف المهن لمدة تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر في منطقة ميمنة يوم 10 من سبتمبر. وتضمن التدريب النظري والعملي مد الشبكة الكهربائية وتركيب الألواح الشمسية وتركيب طبق استقبال الأقمار الصناعية وإصلاح الإلكترونيات الأساسية وتكنولوجيا الكمبيوتر. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد يمان مدهني أن التدريب هو الأول من نوعه في المديرية، وحث الجهات المعنية لتوفير الموارد اللازمة للتعليم في أوانها. وأكد المتدربون أن التدريب المهني قد لبى احتياجاتهم، وذكروا جمعية المعلمين بضرورة توفير الفرص لهم لتطوير مهاراتهم مستقبلا، وحث الشباب على السعي لتطوير إمكانياتهم وأن يصبحوا قدوة للتغيير، حيث يجب عليهم بالاستفادة من التدريب الذي تلقوه بما يمكن وضعه موضع التنفيذ. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. علقت باريس تعاونها مع بوماكو في مجال مكافحة الإرهاب، وطردت دبلوماسيين ماليين ردا على اعتقال دبلوماسي فرنسي في مالي في أغسطس الماضي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. ومنحت فرنسا الدبلوماسيين المطردين مهلة لمغادرة البلاد. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي أن مالي أعلنت 5 من موظفي السفارة الفرنسية في بوماكو أشخاص غير مرغوب فيهم لكنهم كانوا قد غادروا البلاد. وأعلنت السلطات بالدولة الواقعة غرب أفريقيا الشهر الماضي أن مواطنا فرنسيا أوقف للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمة دول أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد. وقالت فرنسا في حينها أنها تجري محادثات مع مالي لإزالة أي سوء تفاهم وضمان الإفراج الفوري عن الدبلوماسي الموقوف. أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أشرف على اختبار طائرات هجومية مسيرة من طراز كوماسوانغ، وأمر بتعزيز قدراته عبر الذكاء الاصطناعي. وقد أظهر الصور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية عملية إقلاع هذه الطائرات وتدمير لهدف محدد. وقالت الوكالة أن كيم أعرب عن رضاه الكبير إذا ما وصفه بالفعالية القتالية الممتازة لهذه الطائرات. وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن المسيرات الهجومية باتت عنصرا رئيسيا في النشاط العسكري وأولوية قصوى في تحديث القوات المسلحة لبلاده. وكانت بيونغ يانغ قد كشفت عن أولى طائراتها الهجومية المسيرة العام الماضي، وحذر خبراء من ارتباط هذا التطور بتحالفها المتنامي مع روسيا. تعهدت كندا والمكسيك بتوثيق العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى تعزيز اتفاقية التجارة الحرة التي يتشاركونها مع الولايات المتحدة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المكسيك. تأتي زيارة كارني في الوقت الذي بدأت فيه كندا والمكسيك والولايات المتحدة مشاورات علنية هذا الأسبوع قبل المراجعة عالية المخاطر لاتفاق التجارة الحرة بينهما، المقرر إجراؤه العام المقبل في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ما يعرض الاتفاقية للخطر وفق بلومبارغ.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المكسيكي في القصر الوطني في المكسيك، روج رئيس الوزراء الكندي للتطورات التي قال أنها يمكن أن تعزز القدرة التنافسية لأمريكا الشمالية موطن صناعة السيارات، بالإضافة إلى التجارة الهامة عبر الحدود في الطاقة والزراعة من بين قطاعات أخرى. أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي أن الغواصتين النوويتين متعددتي الأغراض نفذتا بنجاح رمايات بصواريخ كروز على هدف بحري في بحر أوختسيك في إطار مناورات قيادية وأقران أسطول المحيط الهادئ. وجاء في البيان أن الغواصتين اطلقتا صواريخ أونيكسك وغرنيت من بحر أوختسيك على هدف بحري يبعد أكثر من 250 كيلومترا، وأصابت الصواريخ الثلاث الهدف إصابات مباشرة وفق المراقبة الموضعية. وتنفذ مناورات أسطول المحيط الهادئ وفق خطة إعداد القوات البحرية الروسية، وتشكل ختام برنامج التدريب القتالي للفترة الصيفية بمشاركة أكثر من 10 سفن وزوارق وطائرات ومروحيات الطيران البحري وعدد من الغواصات النووية. عناوين النشرة مجددا: تنظيم خطة عمل جديدة من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم ومديرية كندا. جهود لحماية الأشجار في مديرية فورو. سيمينار للسائقين في الإقليم الأوسط. فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي وتطرد دبلوماسيين. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مسيرات هجومية. كندا والمكسيك تتعهدان بتوثيق العلاقات في مواجهة رسوم ترامب. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.